ست ام يوسف، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي حبيبه قلبي. كيفك وكيف صحتك؟ الحمد لله بفضل رب العالمين. الف الحمد لله. الحمد لله. ام يوسف، احكي لي عن طبيعه شغلك. طبيعه شغلي هلا هي بالحلو. وقتي الصبح الساعه 9 بطلع للساعه 5 6، يعني لا يخلص الرزق عندي. شو بتبيعي؟ ببيع وربات حلو. هي اسمها فطاير. انا بناديلها فطاير بس هي بالاصل اسمها وربات. هي الفطاير نحن بنعرف الفطاير المعجنات يمكن. في ناس بتقولها معجنات. بس كون إن البيع بناديلها فطاير. كيف البيع هالايام؟ هلا الحمد لله البيع هلا برمضان يعني الحمد لله ماشي. على حسب عاد الناس الحلو على حسب الرغبة. هلا في ناس بترغب لها، في ناس بترغب لها، في ناس بتحبها، في ناس بتقول لك ما بحبها أنا. يعني ما في الواحد يقدر يجبر الثاني على شيء ما بحبه. قد ايه صار لك عم تشتغلي بهذا الشغل؟ صار لي شيء 15 سنة. 15 سنة؟ من وقت الأحداث لما تهجرنا من حرستها وتوفى جوزي وطلعت عاد كنت عم بيع على صينية ترمس، صينية شاي. بعد صينية الشاي يعني ناس سووا لي هاي العرباية الكهرباء وبلشت فيها ومن يوميتها. لما كنت عم بشتغل على بالترمس اشتغلت بمطعم فلافل، انه الصبح مطعم فلافل وبعد الظهر بطلع على الترمس. هون لما راحوا اصابعي ضليت عاد على الحلو. شو صار معك؟ احكي لي قصة ايدك. هلا لما تهجرنا صار انه بدي أأمن انه اجار بيت واجار اولاد، مصروف اولاد. كم ولد عندك؟ هلا عندي 5 مع ابن بنتي 6. بدي اوفر، بدي اجمع بين هيك وهيك. اشتغلت بمطعم فلافل، وانا عم بطحن راحوا انطحنوا وانقطعت الكهرباء. بس راحوا اصابعي انقطعت الكهرباء. سبحان كنتي الله. عم تطحني بالآلة اللي آلة بتطحن؟ الكهرباء. تمام. ما كنتي حاسة او شو اللي صار راح؟ بس انقطعت الكهرباء شفت الدم على الحيطان. طلعت على ايدي لقيت بس اللحم، وما صرت اصلي على النبي. ما حسيت بوجع. ما حسيتي بوجع؟ ما حسيت بوجع نهائيا، لانه مخي ما كان بايدي. بس صرت اصلي على النبي واخذوني اسعفوني على المشفى، عملوا لي العمليه. صرت عملت لها شي 5 عمليات. ليه 5 عمليات؟ كل عمليه ما تنجح. اول عمليه ما نجحت، ثاني عمليه صاروا 5. والحمد لله يعني بحمد الله وبشكره. هي استفادة الله رحمه. باللحظة اللي انقطعوا الأصابع شو حسيتي وقتها؟ ما كان ما كان في وجع بهي اللحظة؟ لا لأنه ما كان تفكيري بوجعي بألمي. تفكيري بالبيت بالأولاد، شلون بدي أمن لهم، شلون بدي أجيب لهم. بهاللحظة كنتي هيك عم تفكري؟ لأنه كانت أول ما تهجرنا كانت صعبة. ما كان عندي شيء. ما كان عندي شيء غير فرشة إنه يناموا عليها. شوي شوي صرت اشتغل جيب بالتقسيط، إنه أعطي لقدام أو أعطي سلفة وأرجع أعطي لحتى. من بعد ما عملتي العمليات قديش بقيتي وقت لحتى رجعتي اشتغلتي؟ ما أسبوع أقوم على الشغل. أسبوع؟ ما لأنه ما أقدر أنام. يعني إذا بدي نام أو أقعد أولادي شو أجار بيت صاحب البيت ما بيصبر إنه تقولي له والله ليك وضعي. لا ما بصبر. بقول لك أنا ما دخلني. أنا بدك تعطيني أجار بيتي. بعد ما صار معك هي الحادثة كنتي عم تشتغلي أنت بمحل فلافل، بعدها شو كفيتي الشغل؟ على الحلو. بعدين انتقلتي لشغل الحلو؟ بعدين انتقلت على شغل الحلو وبلشت فيه. الحمد لله. يعني شو أصعب شيء بشغلك أم يوسف؟ هلا أحيانا بصعب علي وقت اللي بدي سوقها تضغط، لأنه ساعتها بدي أكمش البسكليتة منيح. لما أضغط هاي الضغطة صعبة شوي، بس بتحمل يعني. ما بهتم، المهم إني أشتغل.
الحمد لله. كم ساعة بتضلي بالشغل؟ من الساعة 9 أحيانا للساعة 5 6 أحيانا 7 على حسب البيع، لأنه بطلع كل يوم بقرنة، ما في قرنة معينة. شو المناطق اللي بتروح عليه بتبيع الوربات؟ دويلعة، جرمانة، كشكول، البزورية، الحمدية، المهاجرين. تمشي كل هاي المسافة أنت؟ عم بتجري العرباية كل الوقت؟ لما يكون معي حلو بمشي هاي مشي. ووقت تكون مليانة أكيد ثقيلة العرباية وأنت عم تجريها؟ بدها تعب جسدي القصة. طبعا بدها جر. بس يعني بمشي وبقول يا رب. ما بيتعب جسمك من الشغل؟ ترجعي بتعب. آخر اليوم تعبانة كتير؟ بتعب يعني بحس التعب كتير، بس ما بحب أورجي حدا بالبيت إني تعبانة ولا موجوعة، مشان ما يتضايقوا. يعني بكتمها بقلبي، ببلعها. إذا انوجعت ببكي بيني وبين حالي وأنا نايمة. بس. ما بيطلعوا أولادك معك أحياناً على الشغل؟ كانت في عندي بنت كانت تطلع هي وصغيرة، بس لما صارت صبية صارت تخجل. هلا بيطلع معي ابن بنتي لما يكون ماله بالمدرسة، لأنه هلا بالمدرسة ما بيطلع. قد ايه عمره ابن بنتك؟ صف أول. بيطلع بنادي ببيع، بقول لي تيتي أنا بسوق عنك، بجر عني. بكيف لما يطلع معي يعني. بيعيني شوي. طيب أولادك ما بيحبوا يطلعوا معك ولا شو؟ أولادي عم قلت لهم أنا أمي بوقت عطلتكم وقت العطلة كل واحد يدور على مصلحة اللي يقدر يعيش منها. أنا ما بدي منكم شيء، أنا بدي تأمنوا حالكم من أنتم صغار. من هلا هن بالمدرسة كل أولادك؟ أمنوا حالكم وتعلموا منشان على كبر تقولوا إذا متت تقولوا الله يرحم أمي عرفت شو تتصرف معنا. أما إذا بدي أخليكم على ما أنتوا على كبر رح تلاقوا في صعوبة بشغلكم بعدتكم. الولد هو صغير لما يتعلم على الرص والتعب والشغل بحس. أما بده يجي إنه شيء على البارد المبرد بقول إيه بكرة بيجيني بداله. ما بقعد بحس بالقرش تبعه. صح. بقول لهم لما يتعلموا بقول لهم لما علموا بقول له أنا ما بدي منك شيء ولا بدي أولادي ياخذوا شيء، ولو غلطوا اقتلهم معلش، قل له هذا صح وهذا غلط. لما بيشتغلوا قل له اقتله، لقيت عليه غلط اقتله، لا تسكت، لأن الولد ما تمرس خلص. بشو عم يشتغلوا هلا؟ هلا في واحد حابب انه يطلع حلاق، وواحد حابب يطلع انه مكنسيان يتعلموا. قلت له تعلموا. بلشين يتعلموا هلا بالمدارس بالصيف وقت العطله. قلنا تعلموا. انا ما طالبه منكم لا ابيض ولا اسود، ولا بدي منكم شيء. تعبكم إلكم، شغلكم إلكم مو إلي. أنا بكرة ما بعرف أي ساعة بمشي أنا، بس لما تشوفوني لما تتذكروني تقولوا الله يرحم أمي. يعني ما بتفكري أبدا أنك تطلعيهم من المدرسة ليشتغلوا؟ هلا جامعات ما جامعات أنا لا ما قدرت. ما يعني صعب علي. يعني بعد البكالوريا خلص يلتزموا بشغل مشان يطلعوا مصروف. يعتمدوا على نفسهم. هلا أنا متعلمة أولادي لما نروح نمشي بالسوق يقولوا لي أمي خلينا ناخذ، لما كانوا صغار يقول لي أمي ناخذ هاي، يقول لهم لا اسألوا صح بس الرزق مشان الله يسامحكم، مشان الله ما يحطكم بالنار. ووعدوا وأخذوا وعد إنه ما بياخذوا شيء إذا ما سألوا صح بالغلط. هذا لمين؟ مرة ابني أعطيه ما يهتم ياخذ وما يهتم للمصاري. اجيت قلت له امي بدي تشتغل، انا ليك عامل عمليه بدي تشتغلوا وتعطوني. اشتغلوا واعطوني اياه، حملتهم شقيتهم. انجنوا انه ليش شقيتيهم؟ طب تعبنا. قلت لهم شفتوا لما انا اعطيكم عم تلاقوها هوينه، اما شغلك لما شقيته زعلت عليه، حسيت فيه لانك عم تشتغل وتعبت فيه. القرش اللي بيجي هيك بروح هيك.
اما اللي بتتعب فيه مشان تحط راسك على المخده تكون مرتاح انت، ما تكون تعبان. قد ايه بتحسي طالعين لك اولادك يعني بيحبوا لا يشتغلوا ويعتمدوا على حالهم، خاصه انه انت من هن وصغار عم تنمي فيهم هاي القصه؟ انا بيشبهوكي اولادك يعني بهالشغله اول ولا لا؟ هلا صاروا هيك؟ اما اول لا، لما شافوني انه بشتغل وببيع وبطلع وبتعب حسوا يعني الحمد لله حاسين بتعبي. بس انا هاي الحركه سويتها مشان هن يحسوا بتعبهم، مو اكثر ولا اقل. انت بتطلعي من الصبح للمساء تقريبا، قديش بتبيعي؟ ببيع صدر. كم قطعة وربات بيكون في؟ هلا في 80 في 90 على حسب. بتبيعي كل يوم؟ بتبيعي هالعدد؟ لحتى خلص. احيانا بتجيني ايام الساعة 4 بخلص، 3 5 6 على حسب الوقت. قد ايه بتطلعي مدخول؟ يعني بتطلعي شيء بكفي فعلا مصروف البيت والولاد والاجار؟ لا ما بكفي اكيد. لا. هلا انا بس فترة رمضان بس على الحلو، بعد رمضان بصير بشتغل شغلة ثانية، لأنه صار الأجار البيت صعب والأولاد كل ما كبرت كل ما أصعب. شو بتحسي إنه أنت بحاجة لحتى تطوري شغلك أو تحسنيه أكثر وتطلعي مدخول أكثر بالنسبة لشغل بيع الحلويات؟ هلا أنا كنت حاطة براسي إنه محل، بس ما عم تزبط معي. صعبة أجرة محل وهيك. أجرة محل وأجرة بيت. هلا في وحدة الله يجزيها الخير قالت لي شوفي محل ونحن بندفع لك أجار المحل، بس ما عم لاقي غيرنا مناسبة. وكل المحلات أجار قبها، عاد ما عاد دورتي؟ ما عاد دورت. يلا إن شاء الله هيك بتلاقي محل إن شاء الله. كمان هيك بترتاحي يعني من المشي ومن الروحة على كل هدول المشي برتاح ايه، لأنه تعب كتير. يعني بمشي من أول البزورية لناحية الصالحية مشي، أحيانا من سوق الحمدية للطبالة، يعني وأنا أفتل بحواي. الحمد لله. ست أم يوسف، قديش هيك أنت شخص راضي، يعني راضية بحياتك؟ الحمد لله. اللي بده يرضى بده يعيش، اللي ما بده يرضى ما بيعيش. لما بدي ارضى بحياتي بلاقيها يعني صعبة، بس بلاقيها وينه اسهل. اما لما بدي ارضى بحياتي بدي الاقيها صعبة، بدي اصرخ اعمل سوي. اما هيك لا، خليني على ما انا ورضيانة الحمد لله، واولادي مقتنعين بالشيء اللي انا عم سويه واللي عم سويه معاهم خلص. يعني ونحن امي هي اللي الاساس، هي اللي علمتنا هالشيء، هي اللي ربتنا على هالشيء، هي اللي تنصحنا، تنصح اولادنا، تعطيهم احاديث دينيه. امي من يعني كمان امي هي إلى الفضل الاكبر. ام يوسف، امتى اكثر مره بكيتي فيها وكنتي كثير زعلانه ومقهوره؟ لما انفقد جوزي ولما توفى ابني. كيف توفى ابنك؟ توفى قتل. الحمد لله. الله يرحمه يا رب. امين. طب احكي لي عن هيك، امتى اكثر مره بتكوني انت عن جد سعيده مبسوطه مرتاحه؟ لما اشوف اولادي ماشيين صح، لما اشوفهم مبسوطين، اولادي مبسوطين، امي مبسوطه، اخواتي مبسوطين، اللي حوالي مبسوط، هاي احلى بسطه. قد ايه اليوم الام فعلا يمكن تشتغل فوق طاقتها بكثير كرمال اولادها؟ هلا الام بتشتغل وبتضحي، وفي ابهات بتشتغل وبتضحي، مو بس الام. هلا في عندك ابهات بتتمني انه هذا يكون ابوكي، في امهات بتمني انه هي امك، مو على حسب ان كان بس اليوم الزلمه. بغياب الاب عم احكي، غياب الاب اكيد انه الام لازم تكون هي كل شيء، بس على الصح مو على الغلط.
ترباية بتيجي على الصح مو على الغلط. لما بدي أربي أولادي ترباية غلط بدهم يطلعوا غلط. لما بدي أربيهم على الصح بدهم يمشوا على الصح. قد ايه فخورة بحالك أم يوسف؟ الحمد لله كتير. يعني فخورة إنه أولادي واللي حوالي إنه عم يمشوا بالنصائح. إنه ما عم بيزتوا ورا ظهرهم، إنه ما عم بيقولوا إيه يلا بكرة. حاسين بقيمة الشغل، بقيمة التعب. هي الحمد لله. شو بتتمني أم يوسف؟ بتمنى إني حجج أمي أو أعمل لها عمرة. هي اللي بتمناها. كل تفكيرك بأولادك، بأمك، بحفيدك، يعني بتحسي إنه الأم أحياناً خلص بتنسى حالها؟ لأن أنا يعني ما بدي شيء إنه بس ما هن هيك، أنا شو بدي؟ تكوني مبسوطة. الحمد لله ما بدي غير هاللقمة. بس الله يقويكي والله يرزقك حبيبة وعن جد قلبي. انت مثال جميل جدا وعظيم للامهات يلي بيشتغلوا مو بس فوق طاقتهم واكثر بكثير كرمال بيتهم واولادهم. الحمد لله هاي إرادة ربي، مو شطارتي، رب العالمين. لو هو اللي اعطاكي، بتحسي اعطاكي القوة لحتى تقدري تشتغلي. أعطاني القوة، الصبر، التسامح، العطاء، يعني كل شيء يعني الحمد لله. الله يقويكي ويرزقك. الله يسلمك. شكرا كثير لك ولحضورك معنا. بدنا ندوق الوربات شي مرة بإذن الله. خلص نجي لعندك وندوق. 100 أهلا وسهلا. شكرا كثير لك. تنوروا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي.